توضيح بعض الأشياء. أولا، ليكون في إحساس المواطن الجزائري، وليس هو في حاجة إلى التنبيه لهذا الاتجاه، أنه ابن شعب عظيم وبلد عظيم، وعظيم كشعب وعظيم كبلد ليس بالشعارات. 1.5 مليون شهيد ثورة التحرير رحمهم الله موش اكتشاف ظرفي. ما قامت به الجزائر في إطار التضامن مع الأشقاء موش افتعال في جو أزمة. أما الشتم نحو الجزائر أنها بلد عنف وبلد إرهاب، فنترك ربي سبحانه يحاسب. لكن نقول عندما كنا ننزف سنوات الجحيم لم نلقى الغير بجانبنا وانتصرنا والحمد لله. فليس الشتم أو الغوغاء مثل ما قالوا اللي تقلص في قيمة الشعب الجزائري وفي قيمة الدولة الجزائرية وحكمة الجزائر سلطة بقيادة السيد رئيس الجمهورية. ما هيش منبثقة من إحراج أو من أي حساب كان. للجزائر مكانة ومستوى، عليها أن تحافظ عليه، وربما عدم الرد على بعض التصريحات التي لا منطق لها كان أقوى من الرد عليها. وضيف إلى ذلك كبرية الجزائر، كبرية الشعب الجزائري، والمبادئ التي تحرك الجزائر منذ أن كنا مستعمرين أو مستعمرين ومشينا نكافح بجنب الآخرين، خلتنا دائما نعلي الأسمى من الظرف. التاريخ سيحاسب من خرج بالمزيد من الإكبار من هذه العاصفة ومن سيخرج منها بأسباب الخجول في المستقبل. المباراة كثر خير ربي واللاعبين تاعنا ربحناها. وإذا اغتنم الفرصة كذلك أقول لعائلة الإعلام الوطني اللي نحييها على وطنيتها، ما لناش في حاجة نبقاو نلعب شبه لعبة الشطرنج أو التنس. برهنتوا وطنيتكم، برهنتوا مهارتكم في الصحف، في الإعلام الآلي، برهنوا أنكم مهتمين أكثر بالجزائر ومهتمين أكثر بقضايا تحتاج الاهتمام، وليس منشغلين بالتافه، وليس منشغلين بما هو لا يستحق التعبير عليه. وهذه أقولها لكم كمسؤول، وأقولها لكم أولا وقبل كل شيء كأخ، كابن نفس الطينة ونفس الشعب الجزائر. السلام عليكم.